شاب ظهر له الجن وهو ماشي بالليل وبيحكي قصته علشان تخلوا بالكم. الشاب بيحكي وبيقول: أنا خالد، عندي 20 سنة وساكن في مصر، وتحديدا في الجيزة أو في منطقة شعبية داخل الجيزة بدون ذكر اسمها، وكنت عايز أحكي لك قصتي اللي حصلت معايا بسبب الجن، فأتمنى تسمعني كويس. أنا كنت شغال في مطعم في المنطقة عندنا، وكانت ورديتي بتخلص فيه الساعة 7 بالليل، ولكن في يوم انطلب مني وقت زيادة اشتغله، فوافقت علشان عيشي ما يتقطعش، بالرغم ان انا هضطر ان اخلص الساعة 2 بالليل. والطريق لبيتي بالليل طريق مخيف جدا، لانه بيعدي على ارض زراعية، والارض دي بالليل بتكون شبه مقطوعة، ولكن هعمل ايه؟ كان لازم اعمل كده. خلصت من شغلي على الساعة 2 بالليل وخدت بعض ومشيت، وفضلت واقف مستني اكتر من ساعة كاملة مواصلة وما لقيتش، فاضطريت وقتها ان امشي في الطريق المرعب ده الساعة 3 بالليل لوحدي. واقدر اقول لك بكل ثقة ان دي كانت اصعب تجربة مريت بيها في حياتي. من اول ما بدأت امشي في الارض الزراعية وانا حاسس بالخوف، مش من الظلام ولا من شكل الارض الزراعيه بالليل المخيف، انا خايف لاني من اول ما بدات امشي في الطريق ده وانا حاسس ان في حد ماشي ورايا بالظبط. الموضوع مرعب يا جماعه والله، لدرجه ان علشان اتاكد ان صوت الرجول اللي انا حاسس بيها دي مش ليا، مشيت بسرعه جدا ووقفت مره واحده، وساعتها سمعت صوت الخطوات اللي كانت ورايا دي كملت خطوتين، وهنا اتأكدت ان فعلا في حاجة غريبة، وخدت بعضي وجريت بسرعة جدا. وساعتها بدأت اسمع صوت ضحكات مرعب جدا جاي من جوه الزرع. انا كنت ميت من الرعب ومفيش على لساني غير الاستعاذة بالله، لحد ما ظهر قدامي وقطع عليا الطريق مرة واحدة الجن، وكان متشكل في شكل كلب اسود ضخم جدا ومرعب، والمرعب اكتر انه كان واضح جدا انه بيبتسم، وكانه خلاص لقى الفريسه اللي كان مستنيها، وبدا يتقدم عليا ببطء شديد، وكانه مستني ان روحي تطلع من كتر الانتظار والرعب، وبالاخص ان رجلي مش شايلاني ان امشي خطوتين مش اهرب منه. وفضل يمشي ببطء لحد ما وصل عندي وبدا يلف حواليا، وانا وقتها بدأت أتشاهد من الرعب اللي كنت فيه، وكنت متأكد إن ده آخر يوم ليا، وغمضت عيني واستنيت النهاية. ولكن اللي حصل كان معجزة من عند ربنا. أنا سمعت الجن وهو بيجري من قدامي، وشفته بعيني وهو بيختفي، وبعدها على طول ظهر صوت عالي دوى في المكان كله، وكان صوت أذان الفجر. رغم إن الموقف المرعب ده ما خدش حوالي ربع ساعة، إلا إني ببص في الساعة لقيتها 4:30، وكأن ربنا قدم الوقت علشان الفجر يأذن وينقذني. وبعد ما كنت شخص عاصي وما بصليش، دلوقتي بقيت ملتزم، وأتمنى كلكم تبقوا زيي. وبس كده.